في ناس الدنيا بتديهم كارت أحمر من أول يوم، ناس بتتولد في الضلمة وتكبر في الوجع تبقى فاكرة إن كرامتها عادي ممكن أي حد يشتريها بالفلوس. فيلمنا بيبدأ بسارة، بنشوف سارة بتصور براءتها وهي بتلعب، فجأة بتصور السواد اللي دخل حياتها، أمها بتموت وباباها بيبيعها لراجل غني عشان يسدد ديونه بس. بنشوف نظرة سارة وهي بتتشد من ايد باباها وصوت صريخها المكتوب. سارة دلوقتي بتدخل في عالم تاني، بتتحول من طفلة لأي حد ممكن يشتري. بنشوف بعد مرور السنين وهي بتكبر وسط البيوت، ملامحها الجميلة بقت في نظر الناس بقت واحدة تانية بتخبي وراها روح واحدة تانية. سارة ماتت وهي عندها 8 سنين، واللي كبرت دي كانت أنجل، فيها جسد بس مفيش روح، وجع مكتوم ودموع محبوسة. في الجانب التاني من كاليفورنيا سنة 1850 بنشوف مايكل فلاح بسيط، ملامحه فيها سنين غريب واستغابة الوحوش اللي بيدور عليه. مايكل راجل مؤمن بجد مش بالكلام، بيصلي ربنا يبعت له زوجة تملى حياته. مايكل بيدخل مدينة وعينه بتقع على أنجل اللي هي سارة وهي ماشية في الشارع، النور بيطرف في وشه. مايكل بيحس بحاجة في قلبه غريب، بيعرف إنها أغلى واحدة في المدينة، أي راجل تاني ممكن يحرقها، بس ما يعرفش من جوه أنجل مكسورة. بيقرر إنه مش بس عايزها، هو عايز يفديها، مش مجرد هيبقى زوج بالنسبة له، الزوج والسند وكل حاجة. مايكل بيروح لأنجل بيحط كل فلوسه، كل اللي جمعه من تعب السنين في المزرعة، ويحط على الترابيزة قدام أنجل بتبص له باستغراب، بتقول له أنت عايز إيه؟ مايكل بيقول لها عايز أخرجك من هنا. أنجل بتضحك، مايكل بيصمم، بياخدها وبيركبها الحصانة ويوديها المزرعة. أنجل طول الطريق مستنية الضرب أو حتى إهانة منه، لأن ده اللي اتعودت عليه، بس مايكل بيعلمها كأنها ملكة بجد. بنشوف أول ليلة في المزرعة، مايكل بيسيب لها السرير وبينام هو عم. أنجل مش فاهمة إن الرجالة كلهم بس مايكل بيقول أنا مش عايز حاجة، أنا عايزك أنت، أنا هستناك لحد ما تثقي فيا. أنجل بتبدأ تهرب مرة والتانية والتالتة وبترجع المدينة والإلهام اللي كانت فيه. الحرية بالنسبة لها بتخوف اللي عاش طول عمره في سجن. مرة بتهرب وبتقع في إيد الرجالة، بيضربوها جدا بيهموها. مايكل بيروح يدور عليها، بيلاقيها مرمية بيشيلها يغسل جروحها بإيده، مش بيقول لها حتى كلمة واحدة، ولا بيقول لها أنت خرجت ليه ولا أي حاجة منها. هنا أنجل بتبدأ تكسر اللي في قلبها، تبدأ تسأل نفسها هو في حب كده بجد؟ أنجل دلوقتي في المزرعة، بيت نضيف، سرير دافي وأكل على الترابيزة، بس في خوف جوه عليها. هي متعودة إن الفطور لازم تندفع، مستنية اللحظة اللي مايكل يتحول فيها لوحش زي أي رجالة هي عرفته. مايكل بيقطع الخشب بره، أنجل واقفة ورا الشباك بتبصله بذهول، هي مش فاهمة الراجل ده عايز ايه. بتقرر تختبره وبيقول لها أنا مش عايز حاجة يا أنجل، أنا شاري حريتك انت هنا ملكة مش جارية عني. أنجل بتنهار، الحرية بتوجعها أكتر من السجن اللي كانت فيه. هي دلوقتي مسؤولة عن نفسها لأول مرة، بتعرف في نص الليل تمشي وسط التلج والبرد، ترجع المكان اللي كانت فيه. أنجل بترجع المدينة، أنجل بتقعد في أوضتها بتبص للمراية وتبدأ تحط مكياج تقيل عشان تداري الثورة اللي بدأت تظهر. وفجأة الباب بيخبط، مايكل واقف جوه، ما بيزعقش، مش بيكسر حتى الباب، بيدخل بهدوء. الزبون بيحاول يطلب، مايكل بيبص لأنجل وهي مكياجها سايح من ورا، بيمد ايده تاني بنفس الصوت يلا يا سارة نرجع بيت. أنجل بتصرخ اسمي أنجل، سارة ماتت، أنا ده مكاني. مايكل بيقول لها لو نزلت لآخر قاع في الجحيم هنزل. أنجل بترجع المزرعة بس المرة دي مكسورة بجد. مايكل مش بيحبسها، يخلي الباب مفتوح عشان لو عايزة تخرج ويبدأ يشاركها في شغل الأرض. أنجل بتمسك البذور بإيديها الناعمة اللي ما كانتش بتعمل حاجة خالص. مايكل بيعلمها ازاي تحط البذرة في الصفا اللي بدأ يظهر في عينيها، تبدأ تزرع. هي مش بتزرع بذور، هي بتزرع روح مع الزرع. أنجل بتغسل جسمها بخير كأنها بتشيل الماضي من ذاكرتها خالص. مايكل واقف بعيد بيبصلها باحترام. الحب مش كلمة، الحب نفس طويل. أنجل بتبدأ تضحك لأول مرة، الضحكة دي هي أول حاجة في نعشة. الحياة بالنسبة لها بتبدأ وردي. بيظهر بول، الراجل اللي كان بيستغلها زمان. بول بيدخل البيت، بيقعد على الكرسي بتاع مايكل، بيبص لسارة بنظرة غريبة، فاكرة إن الفلاح ده نضفك؟ انت لسه بتاعتي يا سارة، والديون اللي عليكي لسه ما اندفعتش تمنها. بول بيساومها بسمعة مايكل وسط الناس، بيهددها انه هيفضح مايكل ويقول للناس انه متجوز واحدة مش كويسة. أنجل بتترعب مش على نفسها، بتترعب على صورة مايكل النظيفة. بتقرر تضحي بنفسها تاني عشان تحميه. بتسيب الرسالة لمايكل وتمشي مع بول، هي فاكرة انها كده بتفديه، بس هي في الحقيقة بتكسر قلبه للمرة الألف. أنجل لسه ما كانتش فاهمة ان الفداء الحقيقي هو انك تفضل مش انها تمشي. هي لسه شايفة نفسها لعنة على اي حد بيحبها. أنجل بتمشي مع بول، بس المرة دي هي مش أنجل بتاعت زمان. بول بيحاول يلمسها وهو بيضحك بانتصار. أنجل بتبصله بقرف ملوش آخر، وفي لحظة بتطير من العربية وهي ماشية.
بتقرر إنها مش هترجع لمايكل وهي حاسة إنها إنسانة وحشة، مش هتمشي مع بول وهي ميتة. بتروح لمدينة غريبة، بتسكن في حتة لوحدها، بتبدأ تشتغل خياطة. بنشوف صوابعها وهي بتنجرح من الإبرة، وعينيها اللي زغللت من قلة الأكل. أنجل مفرقش معاها الجوع الأكل خالص، هي بتعمل عملية لنفسها لروحها. هي بتبدأ تساعد الستات الغلابة، بتعلم البنات القراءة والكتابة. هنا سارة الطفلة اللي ماتت وهي عندها 8 سنين بدأت تكبر بجد. هي دلوقتي مش محتاجة مايكل يشتريها، هي محتاجة تشتري نفسها بتعبها. أنجل ما كانتش بتهرب من مايكل، كانت بتهرب من الجارية اللي جواها. كانت عايزة ترجع له وهي واحدة تانية، هي إنسانة كاملة ما يكونش فيها غير إرادتها بس. بعد شهور مايكل بيعرف مكانها، مش بيقتحم حياتها، بيفضل يراقبها من بعيد بنظرة حب بس مكسورة بأمل. بنشوف أنجل ماشية شايلة خضار، بتبص بتلاقي مايكل واقف قدامها. أنجل بتقوله أنت جيت ليه؟ مايكل بيقول لها جيت أشوف سارة. أنجل خلاص راحت صح. سارة بتبدأ تعيط بس دموع فرحة وراحة. بتقوله أنا مش أنجل يا مايكل، أنا سارة، وأنا اللي عايزة أجيلك المزرعة المرة دي برجلي. بيرجعوا المزرعة بس المرة دي بقت واحدة تانية خالص. سارة بتبدأ تهدم ذكرياتها القديمة، بتغسل البيت بمية ورد، تبدأ تزرع أشجار تانية مش مجرد قمح. بنشوفهم هما الاتنين واقفين تحت شجرة كبيرة في المزرعة، مفيش حد غيرهم. مايكل بيلبسها خاتم بسيط وبيقول لها دلوقتي انت حر، وحريتك هي اللي خلتك تختاريني. بنشوف آخر مشهد في الفيلم وهما ماشيين في المزرعة، وسارة ومايكل شايلين طفل صغير بيلعب في الأرض. الطفل ده هو الثمرة بالنسبة لهم اللي طلعت منهم هما الاتنين. في نهاية فيلمنا ما كانش قصة حب بين راجل وست، ده كان صراع بين حياة أو موت، بين الماضي اللي عايز يكسرك والمستقبل اللي بينادي عليك عشان تتولد من جديد. القصة انتهت، الرسالة اللي سابتها لينا سارة ومايكل لسه بترن في ودان كل واحد فينا حاسس إنه قليل أو مكسور. الفيلم ده بيقولك إن تمنك مش في اللي الناس بتقول عنك ولا في الغلطات اللي اتفرضت عليك وانت طفل. تمنك الحقيقي وقدرتك على النهوض مهما كان الطين اللي انت غرقان فيه. سارة العالم سماها أنجل وبيعاملوها كأنها بتتباع عادي، بس هي اختارت ترجع سارة الحرة. لو العالم سماك فاشل أو فقير أو مكسور، دي تسميتهم هما مش حقيقتك انت. الحقيقة هي ان انت بتصنعها بإرادتك كل يوم الصبح. مايكل علمنا ان الحب الحقيقي مش انك تاخد، الحب هو انك تستنى. ولو عايز تكون بطل في حياة حد ساعده يلاقي نفسه مش يلاقيك انت. الهروب مش الحل. سارة هربت مرة والتانية والتالتة بس ما لقيتش السلام غير لما وقفت قدام مراية نفسها وقالت أنا استحق الحب ده. واجه ماضيك، افتح الشبابيك ودخل النور لروحك، لأن الضلمة مش بيطردها غير النور. مهما كان اللي حصل لك ومهما كانت الغلطات اللي عملتها أو لو أنت اللي اتعملت فيها، أنت تقدر تتولد من جديد. سارة بالنسبة لنا كانت واحدة تانية بس هي فعلا صدقت إنها تستاهل الحب ده. مايكل ما كانش عايز حاجة من سارة، كان عايز روحها. مايكل استنى سنين وتخان بس فضل واقف ثابت. النجاح في العلاقات وفي الحياة محتاج نفس طويل وصدر واسع. لو قدامك سارة دلوقتي وهي لسه في عز ضياعها، تحب تقولها ايه عشان تطمنها؟ وايه هو الماضي اللي انت قررت تسامح نفسك عليه النهارده عشان حياتك تكمل بجد؟ اكتب لي في الكومنتات. انا فديت روحي. نصيحتي ليك اوعى تبيع روحك بالرخيص عشان تشتري رضا ناس هم اصلا تايهين بالنسبه لك. لو الدنيا كلها جت عليك وعملتك كانك بتشتري، خليك انت اللي بيحارب حياتك، اللي بيحارس كرامتك. قيمتك مش في اللي حصل لك، قيمتك في رد فعلك على اللي هيحصل. الحب، النجاح، التغيير، مفيش حاجة فيهم بتحصل بزرار واحد. اتعلم من مايكل إن الصبر هو أعلى درجات القوة. اصبر على نفسك وانت بتتعب، اصبر على حلمك وانت بتبنيه، واصبر على الناس اللي بتحبهم لحد ما يلاقي نفسك. لو فضلت شايل شيلة الماضي فوق ظهرك عمرك ما هتعرف تجد المستقبل. سامح عشان تتحرر بجد، مش عشان اللي غلط يستاهل، لكن عشان انت تستحق تعيش خفيف. احنا هنا في قناة فيلم القصة بنشرح الفيلم في الحقيقة مش بس على الشاشة. ما تنساش لايك والاشتراك وفعل الجرس عشان جيشنا يكبر بيكم. نتقابل في فيلم جديد، خليك قريب.